يعني ايه دستور؟ وايه اهميته؟ وايه الطرق الديمقراطية لوضعه؟ الدستور كلمة فارسية الاصل، ويقصد بها الاساس او القاعدة او النظام، فهو مجموعة المبادئ الاساسية اللي بتحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وتوضح حقوق وواجبات الحاكم والشعب، وتضمن حماية الحقوق للطرفين. تعرفنا سلطات الدولة وتنظم العلاقات بينهم: السلطة القضائية والمتمثلة في القضاء، السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الشعب، والسلطة التنفيذية والمتمثلة في الحكومة. ده بالإضافة إلى أن الدستور هو مصدر كل القوانين، وما ينفعش يطلع قانون يخالف الدستور. والأساليب الديمقراطية لوضع أي دستور في العالم بتكون إما بانتخاب الشعب مجموعة من المتخصصين تكون محل ثقة وتسمى جمعية تأسيسية، أو مجموعة منتخبة من نواب مجلسي الشعب والشورى وتسمى جمعية نيابية. ولا يجوز العمل بالدستور إلا بعد استفتاء الشعب.